نجم منتخب فرنسا اللي حاز على كأس العالم 98 في فرنسا. فبرضه نفس الموضوع. اتصور ان شاء الله اللي دي هتبقى بدايه موفقه، ويا رب كل اللعيبه يحترفوا عندنا في مصر 16 سنه ان شاء الله. يا رب. يعني خدنا استراحه لطيفه مع الشباب المصري ان شاء الله طبعا. بنتوقع لهم مستقبل وبحيي الكابتن ربيع ياسين بقى طبعا. الكابتن ربيع ياسين المحترم المدرب اللي هو المجتهد دائما، وحضرتك يمكن شفتيه حتى لما كان في النادي الاهلي كان بيجي بدري واول لعيب بيحضر التمرين، وكان مش عارف ايه، مش عايز اكبر حضرتك بس اكيد يعني كان ما شفتوش يا استاذ ولا انا هم حكوا لي والله. طيب نروح للاخبار الساخنه مره ثانيه. اليوم جلسة ساخنة لمجلس الجبلية، وطبعا مقصود بها الأربعاء، وعدد من الملفات منها يعني الأندية المعتزلة عن المشاركة في كأس مصر، يعني برامج الإعداد لمنتخب الشباب اللي هيشارك في كأس العالم في تركيا، المنتخب الأول في الفترة المقبلة. وطبعا يعني كان في جلسات مصالحه في الفتره الاخيره بين عدد من اعضاء المجلس. هل شايفها تلقي بظلالها على الجلسه؟ يعني رغم انها بتوصف بانها ساخنه، رغم اجواء المصالحه بين الاعضاء، لكن الموضوعات بتبقى ساخنه دايما في مجلس اداره اتحاد الكوره. هو مجلس اداره اتحاد الجبلايه يعني هو تركيبته غريبه شويه، يعني في عناصر مش عايز اقول من اليسار واليمين وكده لو هنتكلم يعني على الشكل دون، لكن كمان اللي عايز اقول لحضرتك اللي حسن فريد في حكم هو بيحاول الحكم حل اتحاد الكوره، بيحاول الكابتن حسن فريد نائب رئيس الاتحاد اللي هو يبقى يعمل عمليه تصالح بين الدكتور القردي، لان طبعا هو اخذ قرار محكمه بحل اتحاد الكوره، وهو بيحاول اللي هو يبقى فيه تصالح ما بين اتحاد الكوره وبين الدكتور. هو لسه ما خدش قرار الحل، هو رافع قضيه بالحل بس لسه ما فيش. هو اول درجه اعتقد اللي هو اول اللواء محمد عبد السلام النهارده المحكمه قررت، محكمه القضاء الاداري قررت قبول تنازله عن قضيه حل اتحاد الكوره. ما هو اثنين، ما هو الدكتور كامل القردي مش هو اللواء محمد عبد السلام والدكتور كرم القردي والسيده ماجده الهلباوي بالظبط بالظبط كده. فانا بقول هو بيحاول الكابتن حسن فريد اللي هو يعمل تصالح ما بين الثلاثه وما بين اتحاد الكره، بحيث اللي هو يتنازلوا عن الدعوه القضائيه زي اللي هو محمد عبد السلام، يعني ياخد نفس الاتجاه يعني. لكن اتحاد الكره دايما بيبقى فيه خلافات في وجهات النظر. اتصور يعني ان شاء الله ان هيحصل توافق على المصلحه العامه، لان اكيد كل واحد له وجهه نظر مختلفه، دي طبيعه الحياه البشريه. لكن في اتحاد الكره في يعني عايز اقول بس الموضوع شد وجذب شويه، انا مش عايز بس اقول عشان ايه الاسباب؟ ما هو كل واحد عايز ينفرد بقراره، يعني واحد مثلا اذا كان انسحاب الكاس مثلا، يعني الاهلي اعلن انسحابه من الكاس، فبيقولوا لا الاهلي يلعب بالكاس. طب ما هو الاهلي كان الاهلي صاحب قرار بالظبط كده، ما انا عايز اقول كده. فبيقول لك لا الراعي الشركه الراعيه قالت اشترطت ان الاهلي لازم يكون موجود والزمالك والانديه الجماهيريه علشان اللي هو المنتج اللي هو اللوجو اللي بيتعمل على التيشيرتات او حاجه زي كده. فالموضوع بقى برضو اعلانات، وخاصه اللي ما فيش جمهور، فبيعوضوا موضوع البث الفضائي من خلال اللي هو الاعلانات لان عدم وجود الجمهور. ففي مشاكل، فهم بيقولوا في ناس عايزه النادي الاهلي لازم يكون موجود ويتم ترضيته، لكن ده انا عايز اقول كمان على الارض الواقع بقى، احنا مش بنتكلم بقى لوجيك يعني. ازاي بطل كاس بطوله زي دي ياخد 45,000 جنيه؟ ازاي؟ وهو بيتكلف عشان يوصل للنهايه هيتكلف حوالي بتاع نص مليون او مليون جنيه. فلازم على الاقل الجوائز اذا اردتوا بقى يعني الموضوع يبقى يتحل بشكل منطقي، الجوائز بتاعه الكاس البطل يوصل لمليون جنيه، وبطوله الدوري توصل ل 2 مليون جنيه او 5 مليون عشان يعوضوا فرق المصروفات. لكن اتصور في النهايه ان الامر هيتحل ودي، خاصه اللي الكابتن برضو علام يعني عايز اقول اللي هو من ضمن الناس اللي اصحاب مدرسه اعمال العقل، يعني راجل هادي كده فهيقدر يحل المشكله باذن الله، ونتمنى كده يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب نروح لخبر اخر من جريده الاخبار ايضا. بعد استقاله السادات من منصب الرئيس، عامر حسين وعصام شعبان ابرز المرشحين لقياده الاتحاد. طبعا عامر حسين هو رئيس منطقه الاسكندريه الان لكره القدم، وعصام شعبان احد نجوم الاتحاد السكندري في كره السله، ابرز المرشحين لقياده الاتحاد. شفت ازمه الاتحاد ازاي في الفتره الاخيره يا استاذ ياسر؟ الاتحاد السكندري دايما يعني بقى هو ده بقى اللي عايز اقول بقى المنطقه الساخنه. دايما الاتحاد السكندري رئيس مجلس الاداره ما بيعيشلوش رئيس مجلس اداره. يعني كان الدكتور عفت السادات موجود، كان قبليه محمد مصلحي عمل
شغل كويس جدا في النادي. الجماهير طلبت، جماهير الاتحاد السكندري او نسميهم التراس اسكندريه يعني، قالوا اللي هم بيطالبوا برحيل الدكتور عفت السادات وعوده محمد مصلحي لرئاسه النادي. يعني هم عايزين ناس تصرف على النادي، لان غير المعقول ان نادي كبير زي نادي الاتحاد السكندري اللي دايما يعني احنا واحنا صغيرين. هي مش الجماهير كانت طالبت برحيل محمد مصلحي قبل كده؟ بعد الثوره. ما هو كده، ما هو للاسف الشديد، ما هو انت برضو مش عارفه توصلي للصياغه تتفق عليها مع الناس. يعني هم طالبوا برحيل محمد مصلحي قبل كده، ومحمد مصلحي لما مشي عرفوا مثلا قد يكون قيمته، قد يكون ان هم لقوا الدكتور عفت السادات مثلا ما بيقدرش يدير بالشكل المطلوب، فقالوا اللي كان محمد مصلحي كان هو اللي يقدر يقود. لكن في نهايه الامر انا اتصور ان كابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات قبل كده ورئيس منطقه الاسكندريه لكره القدم، معلش انا حاسس رئيس الاتحاد السكندري يعني كبيره شويه يعني بالنسبه له، يعني حاسس اللي هو محتاجه يعني مؤهلات كاريزما، عايزه كاريزما يعني دايما عايزه اداري كبير. شوف انت بتقول النادي الاهلي بتقولي حسن حمدي، كابتن حسن حمدي، بتقولي الخطيب، بتقولي ممدوح عباس مثلا في الزمالك، بتقولي اقصد ايه، بتقولي كوادر يعني ناس كبيره. مصلحي عفت السادات عايزه كاريزما، رئيس نادي اداري اشتغل اداره، مش رئيس منطقه، ده رئيس نادي الاتحاد السكندري، ده سيد البلد، مسمينه سيد البلد. الاتحاد السكندري زي ما حضرتك عارفه شعبيه كبيره جدا، وبعدين ده عيب قوي يعني الاتحاد السكندري يعني لازم يعني مش نلاقي رئيس، ده الاتحاد السكندري ده او اسكندريه دي العاصمه الثانيه لمصر. يعني لازم يكون فيه اهتمام، واتمنى ان فريق الاتحاد ما يهبطش بقى، يعني ما يرجعش بقى الموضوع ده كله ياثر على فريق الاتحاد ويهبط للدرجه الثانيه، لان وجوده في الدوري الممتاز لكره القدم ده اعتقد ان ده مهم جدا يعني.